يا صباح الفل. النهاردة أنا في مكان الدخول فيه ببلاش. شايفين الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ وببلاش. هتنبهروا بحاجات كتير جدا. هتشوفوا حاجات ما شفتوهاش في فندق 7 نجوم. بجد هتنبهروا. خليكوا معايا، كل ده هو ببلاش. يا صباح الفل على احلى ناس في الدنيا. عارفين انا فين؟ انا فين يا يارا؟ في المتحف الخزف الإسلامي. المتحف ده وراه قصة كبيرة قوي، هشرحها لكم بكل تفاصيلها. بس دلوقتي خلينا نتفرج على الجمال وحلاوة الآثار والحاجات القديمة بتاعت زمان. بصوا كده معايا. عايزة اقول لكم ان ده مكان كانوا بيقعدوا يتغدوا عليه، يعني ده مكان الاكل اللي كانوا بيقعدوا يتغدوا عليه. فطبعا في تفاصيل كتير قوي هقولها لكم اكيد، بس انا هسيبكم تتفرجوا وتشوفوا الجمال والحلاوة. انا بجد انا مذهولة. في اماكن كتير قوي احنا مش حاسين بقيمتها في مصر، بس انا هصور لكم كل حاجه. ليكوا بقى معايا. تعالوا بقى اقول لكم ازاي القصر ده اتحول لمتحف. بعد ثورة 1952 القصر اتصدر زي بقية أملاك العيلة المالكة، وفي سنة 1998 تم تحويله لمتحف الخزف الإسلامي عشان يعرضوا فيه مجموعات نادرة من الخزف من مختلف العصور الإسلامية. المكان اللي أنا فيه ده مش مجرد متحف، ده كان قصر لواحد من أحفاد محمد علي باشا، كان الأمير عمرو إبراهيم. وهتشوفوا معايا حاجات كتير قوي بتفاصيل رهيبة. حتى السقف فيه بصمة الأمير، اسمه محفور فوق في الدهب في السقف. خليكم معايا علشان هتشوفوا حاجات كتير قوي هتبهركم. المكان ده بقى عايزة اقول لكم ان انا انبهرت جدا بالمكان ده، لان لقيت فيه حاجات كتير قوي فيها تفاصيل. اول حاجة شغل الزخرفة الموجودة على الحيطان شكله يجنن، وفي السقف مكتوب اسم الأمير. عايزة أقولكوا كمان إن السفرة لوحدها طلعت فيها حكاية كبيرة. السفرة معمولة من الرخام، وفي نفس الوقت في النص مجرى بيتعمل فيه مية سخنة علشان خاطر الأكل ما يبردش. شفتوا كمية الانبهار؟ يعني شفتوا التفكير كانوا بيفكروا ازاي زمان. فأنا بصراحة منبهرة.
تعالوا بقى عشان اوريكم ايه الانبهار اللي انا انبهرته كمان فوق. هنا كانت بتبدأ شياكة الأمير، الدولاب والجزامة من زمن الروقان. تفاصيل شخصية لأول مرة هتشوفوها. دولاب الأمير عمرو إبراهيم. وهنا بقى كان مكان خاص جدا 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 بالأمير، كان دايما بيحب يقعد هنا. واللي انتوا شايفينها قدامكم دي كانت الخزنة بتاعته. تعالوا بقى اوريكم اذكى حمام في العصر ده. عايزه اقول لكم الحمام ده بجد من اذكى الحمامات، لانه كان معمول بطريقه معينه عشان خاطر الميه تسخن بحراره الشمس طبيعي. شايفين الجزء ده كان معمول عشان خاطر الميه تسخن من حراره الشمس. واصلا اضاءه الحمام كانت رهيبه، داخل لها شمس من كل حته. ودلوقتي قلت اصور لكم الجنينه كمان بكل تفاصيلها.
بس فبجد انا نفسي تيجوا الاماكن دي، لان بجد في اماكن تحفه في مصر لازم تعرفوها، ولازم تيجوا لازم تيجوا لازم تيجوا. انا طبعا صورت لكم كل التفاصيل وكل حاجه، وحبيت ان انا يعني انهي معاكم الفلوج بس بطريقه بعد ما اسيبكم تكونوا اتفرجتوا على كل حاجه. وطبعا عايزه رايكم في الكومنتات، لان المكان بجد يجنن يجنن يجنن. آم، انا نفسي تيجوا، بجد هتتبسطوا جدا جدا جدا. وبتمنى من قلبي يكون المكان فعلا عجبكم، ومش عايز اطول عليكم بقى اكتر من كده. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير. باي باي. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا، ان المكان الدخول مجانا. طب انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ مكان تحفه فنيه، فيه حاجات رهيبه جدا، وفي نفس الوقت تتفرجوا مفيش اي رسوم خالص، بتخشوا عادي جدا. ممكن بس التصوير يكون ليه مبلغ معين لو بكاميرا. فالمكان حلو قوي، تعالوا تعالوا تعالوا. مش عايزه بقى اطول عليكم، متنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات. باي باي.